السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين يا حبايب قلبي؟ وحشتوني كتير. النهارده الفيديو منتظر او المنتظر بالنسبه لي. النهارده جهزنا الشنطه وجهزنا كل حاجه، وان شاء الله هنتكل على الله وهنروح راس البر دلوقتي. الساعه دلوقتي تقريبا 4:30 الصبح، واحنا هنمشي من هنا على الساعه 5 لان المفروض نكون عند نادي الساعه 6 بالظبط. فيلا بينا بقى نشوف ونستمتع مع بعضنا اسبوع، واشوفكم على خير ان شاء الله بعد اسبوع. السلام عليكم ورحمه الله. والهموم واللعب وصورة حبيبتي اللي بين الكتب، وهكتب لصاحبي اللي سافر جواب، هقوله ان صاحبك حبيبك تعب وقرر يسافر. مسافر وفاكر هتفتح عينك وتاخد صحابك وحلمك معاك، مامتك واختك خالتك واختك، هينفع تسيب اللي حبك وراك. هسافر واجرب بتكتب بتقرا ما يمكن هتضرب، ما تسأل مجرب، انا جبت اخري يا واد لسه بدري، ما توجعش راسي وليه تباتي وايه اللي فيها، ده فيها وفيها بطالة ومشاكل، ده بجنيه بتاكل، وفكرك هينفع ده ينفع وينفع، انا نفسي تسمع وانا نفسي ترجع، ده فيك يا بلدي اللي مش عند حد، ده فوسط عيلة ومشاعر بجد، هتتعب تلاقي اللي ياخدك في حضن، ده فيك الطيابة اللي فوق كل حد، وفين تاني تسمع. ومن هنا بقى نقدر نقول الحمد لله على السلامة. احنا كده خلاص وصلنا الشقة كانت في راس البر في 53. انا عايزة اقول لكم يا جماعة، زي ما قلت لكم قبل كده في الفيديو، ان دي اول مرة اروح فيها راس البر. انا كنت متعودة كل مرة اروح اسكندرية ورحت العين السخنة، بس دي اول مرة اروح فيها راس البر. هي والدتي ربنا يخليها طبعا هي اللي كانت مشجعاني، وهي اللي كانت بتنزل فيها زمان وهي صغيرة او وهي بنت، وكانت بتحبها. انا مش عارفة كان ايه سر حبها لحد ما انا رحتها. جميلة ومنطقة حلوة جدا، ومنطقة تحسيها كده انكم مخرجتوش بره المنطقة اللي انتوا عايشين فيها. يعني لو انت ساكنة في اي حتة بجد، لو رحت راس البر تحس انك بتتأقلمي مع الناس اللي هناك وتتأقلمي في العيشة هناك. بجد المكان هناك تحفة. احنا رحنا بقى راس البر يوم الاربعاء حوالي الساعة 1 ظهر كده. وصلنا هناك بعد ما ركبنا حوالي الساعة 7. عايزه اقول لكم ان احنا في اول يوم رحنا يا دوبك ريحنا حطينا الشنط، وبعدين نزلنا تجولنا في المكان، ورحنا حجزنا البلاج اللي هناك، واتفقنا معاه وخدت سما وسندي واميره اختي، ونزلنا على طول على البحر. ما استنيناش والله، يعني معظم الناس اللي كانوا معانا قعدوا وارتاحوا، احنا على طول نزلنا. يعني من كتر البنات هم مشتاقين ينزلوا الميه وكده، فاحنا انطلقنا. يعني انطلقنا بمعنى كلمه انطلقنا. حتى انا في التصوير ما عرفتش اصور كل حاجه، لان بجد الدنيا هناك حلوه قوي، وتحسي انك انت عايزه تنزلي الميه، عايزه تخرجي، عايزه تمشي، والمنطقه هناك تشجعك اصلا يعني. المهم طبعا كالعاده زي كل ست مصريه اصيله بتروح تقضي المصيف اشغال شقه مؤبده، منها البحر وهدوم البحر وغسيل البحر، وبعدين ترجع على البيت. بس الحمد لله امينه اختي كانت مساعداني، هي وعماد ومحمد، ربنا يبارك لي فيهم يا رب. هنا بقى الخروجه دي تحفه. الخروجه دي ب25 جنيه يا جماعه. انا بجد سمعت السعر يا جماعه، انتوا بتتكلموا بجد؟ هناخد المركب ساعتين، الفرد ب25 جنيه. والله ده حصل. تركبي هناك المركب بتروح توديكي دمياط لحد اللسان رايح جاي. ده استاذ محمد طبعا كلكم عارفين، وده الاستاذ ابراهيم ربنا يبارك لي فيهم يا رب، ودي والدتي، ودي سما اللي قاعده جنبها، ودي ساندي. يعني انتوا تقريبا كلكم عرفتوا عيلتي خلاص الحمد لله. انا عايزه اقول لكم احنا مثلا اليوم بتاع يوم الجمعه بيبقى زحمه شويه،
لان بتبقى الناس اللي هم ساكنين في المنطقه اللي حوالين راس البر بينزلوا يوم الجمعه عشان الاجازات، وطبعا انتوا كلكم عارفين. احنا بقى ما نزلناش البحر اليوم دوت، رحنا نزلنا قلنا هنخرج بقى نعمل ايه خروجه كده، ناخد المركب ونلف ونشوف الدنيا هناك. رحنا فيها نروح فين؟ رحنا عند اللسان، وطبعا كان في اصدقاء ليا ربنا يبارك لي فيهم يا رب، قايلين لي على كافيتريات، وقايلين لي على شوارع هناك، وقايلين لي على حاجات كتير هناك. انا عايزه اقول لكم انا ما روحتش كل الاماكن بالظبط، بس يعني روحت على قد ما قدرت بصراحه. رحنا بقى اللسان، قضينا اليوم ده هناك. اليوم ده رحنا مثلا من الساعة 3 العصر كده لحد قبل الفجر بشوية. احنا داخلين العشة، اسمها العشة هناك، العشة حوالي الفجر كده. قضينا مع بعضنا، رحنا خدنا المركب الاول، مشينا في الشوارع بتاع اللسان، وفي سوق هناك حواليه قضيناه هناك كده، لفينا شويه وتمشينا وجبنا حبه حاجات من هناك. وعايزه اقول لكم الاسعار هناك والله العظيم بجد تحفه، يعني الحاجات تحسيها مهوده على قد ايديكي كده. دي والدتي ربنا يبارك لي فيها يا رب، طبعا هي صاحبه الرحله راس البر، هي من المشجعين ومن عشاق راس البر. دي بقى المركب اللي فيها فقرات. المركب دي بتاخديها الفرد ب25 جنيه لمدة ساعتين، بيحصل فيها فقرات واغاني ومسابقات، وفي ناس كسبت فعلا في المسابقات ديت، حاجات رمزية بس اللي هي حاجات تشجيعية، يعني انك انت بتشجعك انك تروح لهم تاني. وبصوا بقى المناظر هناك بجد تحفة. واخدين بالكم؟ بصوا شايفين المراكب؟ انا عايزه اقول لكم ان انا اول مره اوصل للحاجات دي عن قرب، يعني انا بشوف المراكب دي من على بعد، لكن اول مره ابقى قريبه ليها كده. بصوا الجمال، شايفين الحلاوة؟ اللهم بارك. بجد بجد بلدنا في حاجات كتير، خير كتير، وفي اماكن حلوه كتير، بس احنا يعني اللي ممكن قليلين شويه في الخروج، او يمكن في ناس بتخرج مش زي حالاتي يعني. بس انا عايزه اقول لكم المصيف ده بجد انا استمتعت بيه، وحسيت براحه نفسيه. يعني انا لما رجعت حسيت براحه نفسيه. المركب اللي احنا راكبينها كانت مقاربه لدي، بس الاختلاف في الشكل، هي كانت دورين كده فعلا، وبرضه مشغلين اغاني، تحسي بجد اللي فيه فرحه كده. فعلا الناس عايزه تفرح، الناس محتاجه الكلام ده. دي بقى لوحه زي حاجه رخامي كده، بتوصف لك نهر النيل منين لحد فين. وده بقى اللسان، بس للاسف انا ما شفتش اللسان، لان انا على ما وصلنا له، لان هو شارع طويل جدا، على ما وصلنا له طبعا على مشية الولاد اللي معانا، ونرتاح شويه ونقعد شويه وناكل ذره، ناكل بطاطا، ناكل التفاح اللي هو متكرمل دوت. الدنيا هناك حلوه قوي بجد. ودي العربيات دي موجوده هناك، متاحه هناك، مش عارفه حوالي مثلا 10 دقايق ب20 جنيه او 25 جنيه. الاستاذ ابراهيم استمتع بيها لان هو ركبها مره واتنين. ولفينا بقى طبعا في شارع اللسان دوت، شارع من اوله لاخره كافيتريات ومراكب، وانتي ماشيه طول ما انتي ماشيه تحسي انك بتتفرجي، مش ماشيه كده في منطقه وخلاص، لا انتي ماشيه بتستمتعي. بصوا المجموعه بتاعت العربيات دي هناك اشكال كتير لكل الاعمار بقى. بصوا، وبقى دي بالليل، دي كان الساعة 3 بالليل، كان محمد وأستاذ فارس وأنا وسما وساندي وأمينة أختي وعماد، نزلنا اتمشينا بالليل. العجل ده موجود هناك برضو. واحنا عايزة أقول لكم، واحنا في اللسان والدتي ما كانتش قادرة تمشي شوية، يعني بقول لكم الشارع طويل جدا. ركبنا والدتي المركب وفضلنا العجلة دي أصلا، معلش، العجلة دي، وفضلنا ماشيين بيها لحد قبل اللسان بشوية. دي بقى الصور بتاعتنا. يلا بقى لو انتوا اول مره تروحوا زي حالات راس البر، ولو حابين تروحوا فين وهتروحوا فين، وايه رايكم في المصيف بتاعي، وما تنسوش تقولوا ايه رايكم بقى في الجوله اللي احنا عملناها مع بعضنا دلوقتي كده في راس البر. هي جوله على القد، بس والله مستمتعه بيها، ويا رب عقبال كل واحد مشتاق يروح لها هي كمان. بصوا شايفين الحلويات دي؟ اميره، ودي طبعا صورتي انا واستاذ فارس ومحمد. والمايوهات اللي انا جايباه، المايو اللي انا لابساه دوت اللي هو الوتر بروف ده، تحفه بجد، يعني اللي حابب يستعمله او يشتريه بجد حلو، من النوع اللي هو محترم، وتحسيه محترم على الجسم ده جدا. ودي طبعا سما، الصوره الوحيده اللي اتكرمت معايا وصورتها يعني. ودي كنا انا ومحمد نازلين بالليل نتمشى. انا عايزه اقول لكم هناك الخروج تحفه بالليل، عايزه تروحي الصبح البحر، وبالليل تنزلي على تتمشي براحتك بقى. شارع 63 101 شارع 33 شارع 33 ده تحفه بجد. جربوه يا جماعه ومش هتندموا. واشوفكم على خير ان شاء الله. متنسوش تنزلوا لايك وتشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.